يلا بينا مع بعض وعلى السريع كده نشوف النعناع اللي قدامنا ده زرعناه ازاي. واول حاجه هي اني رحت ارض وجبت منها شويه نعناع بجدرهم، واخترت الارض المناسبه وبدانا نملى الحوض ميه. وطبعا اخترنا الوقت يكون على اخر النهار عشان ما يكونش فيه شمس وتصدم النعناع. ولو انت مش عندك ارض تجيب منها نعناع بجذوره خليك معايا للاخر وهعرفك ازاي تعمل نعناع بجذور. وخليكم فاكرين شكل الارض هو صحرا كده عشان هنعمل ان شاء الله حوض مع بعض ونزرع فيها كل حاجه احنا نتخيلها. اما دلوقتي بقى وبعد ما الحوض اتملى كده شويه والارض اتشبعت شويه بالميه نبدا ناخد عود او عودين في كل مره ونغرسهم في الارض على الحروف بتاعه الحوض في الاول. واحنا دلوقتي مشبعين الارض دي بالميه لانها سريعه الصرف، ومن تجربتي لازم الميه تكون موجوده باستمرار عشان الجذور بتاعه النبات ما تموتش، خاصه ان احنا خالعين النبات من الارض مش واخدينه بالتربه بتاعته وهنزرعه زي ما هو. وكمان بعد ما شبعت الارض بالميه بقى سهل جدا ان انا مسافه ما احط ايدي بالغصن في الارض بلاقي الشتلات دي اتغرست في الارض ومفيش اي تعب. وطبعا انا هنا التربه الرمليه مش بتحتفظ بالميه على عكس التربه الطينيه. في التربه الطينيه الارض بتحتفظ بالميه عشان كده احنا ممكن نغرس الشتله مع نفسها هتفوق لان كده كده في رطوبه في الارض. ولكن انا هنا متابع الحوض وكل ما الارض تشرب الميه انا برجع ازودها تاني. وانا مجهز كميه كبيره من الشتلات عشان اللي تموت يبقى في بدلها وتعوض مكانها. وعشان تبقى عارف لو عودين بس من كل دول نجحوا هيبداوا يفرشوا الحوض كله ويملوه، ولكن انا كترت عشان اضمن نسبه نجاح كبيره باذن الله. وطبعا لو انت زيي وهتزرع في ارض زي دي فطبيعي تكون عارف ان الارض دي فقيره في العناصر الغذائيه، ومع بعض هنعرف هنحط لها ايه مغذيات عشان الارض تبدا تفوق وتعوض النقص اللي عندها. وانا هنا بحاول ازرع كل الكميه اللي معايا ولكن مش بقربهم جدا من بعض عشان اسيبهم ياخدوا راحتهم في الارض. طبعا احنا نقدر ننفذ الكلام ده كله في جرادل او في الاواني المخصصه للزراعه. ولو انت قاعد في مدينه وما عندكش كل الامكانيات دي فانسب تربه ليك هي البيتموس او الكومبوست او البيرلايت، وباذن الله لو لقيت عدد كبير طلبها ممكن اقدر اوفرها لكم عادي جدا. نيجي بقى لاهم نقطه في الموضوع وهي ان الغالبيه العظمى مش هيعرف يجيب النعناع بالجذور بتاعته. فانت دلوقتي قدامك طريقين او حلين، يا اما تنزل يوم السوق اللي عندك في المنطقه وتروح للناس اللي بتبيع النعناع وتطلب منهم انهم يجمعوا لك رابطه من النعناع اللي موجود فيه الجذور، وساعتها هتمشي على كل الخطوات اللي احنا عملناها دي وهتبقى الزراعه معاك سهله جدا. طيب وفي حاله بقى ان انا معرفتش اجيب النعناع بجذوره برضو من السوق هتشتري رابطه عادي جدا برضو من نفس البياع، ولكن حاول بالنظر كده تنقي اكتر رابطه العيدان فيها تخينه شويه كده وعريضه. وبعد ما تروح البيت هتنقي العيدان اللي شد حيلها شويه وتخينه، وهتجيب كوبايه ميه وتحط فيها العيدان دي وتغير الميه كل يوم عشان الميه ما تعفنش، وتبدا بقى تتابع العيدان لحد ما تطلع جذور وتنمو جذور في الميه. بعد كده تبدا تنقلها عادي جدا للارض وتمشي برضو بكل الخطوات اللي احنا قلناها دي. وحتى لو النبات دبل معاك في البداية هيبدأ يفوق مع نفسه وهيبدأ يكبر وينمو.